ما شفناش أي جديد بالنسبة للتحكيم المصري عن السنوات الماضية، بالعكس تماما. التحكيم السنة دي أسوأ كتير جدا، وظلم تحكيمي لكل الفرق لكل الأندية بلا استثناء، عشان نكونوا واضحين وصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. حاجة سريعة حبيت أتكلم مع حضراتكم فيها، هي ملف التحكيم في كرة القدم المصرية. مفيش اختلاف تماما، ما أسوأ تحكيم هو الموسم ده. مش ممكن الاتحاد المصري اتكلم ان هو هيجيب خبير اجنبي يدير المنظومه التحكيميه كلها، اللي هو مستر مارك جلاتنبرج. لا شفنا مستر مارك جلاتنبرج عمل حاجه في التحكيم، وعدينا لحد دلوقتي هو اكتر من 8 جولات، وبدانا في الجوله التاسعه في الدوري المصري، ولسه لحد دلوقتي التحكيم سيء تماما تماما ولجميع الفرق. شفنا اخر مباراه كانت بين المقاولين والمصري، وهدف اوفسايد تماما، وتم احتسابه من حكم المباراه ومن الحكم المساعد حكم الرايه، وحتى الفار تغاضى عن ان هو يلغي الهدف. الكرة واضحه صريحه تماما ان هي المفروض كان الهدف ده هدف ملغي، لكن للاسف تسبب في هدف ضد فريق، ومعاناة الفريق الآخر ومعاناة النادي الآخر. ومباراة الأهلي وفاركو كان هدف صحيح ليه برضو برونو سافيو، واحتسب أوفسايد. وقيس على كده بقى مباريات كتير جدا فيها ظلم تحكيمي او اخطاء تحكيميه، يعني بلاش نقول كلمه ظلم تحكيمي، هنقول اخطاء تحكيميه كبيره جدا ضد فرق الدوري المصري وضد انديه الدوري المصري. ما شفناش حاجه من مستر جلاتنبرج، بالعكس الحكم اللي بيخطئ لحد دلوقتي عادي بنشوفه في تاني جوله موجود حكم فار او موجود حكم مساعد. حكم الساحه عادي ممكن يريح، لو هو اخطا ممكن يريح جوله واحده وبعد كده نشوفه في الجولات اللي بعد كده، طبيعي جدا ما فيش اي مشكله. حكام الفار اللي بيعملوا كوارث وبلاوي سودا، المفروض ان هو الحكم اللي يعمل كارثه وبلوى زي دي ويعمل خطأ فادح زي ده، المفروض يستبعد تماما لنهايه الموسم من ان هو يتواجد ويكون مسؤول في مباراه بالدوري المصري. لكن على النقيض تماما بالعادي خالص جدا بنشوفه تاني جوله موجود، بيكافئ بان هو برضو يبقى مساعد حكم فار. ولحد دلوقتي ما شفناش اي يعني تحسن في منظومه التحكيم المصري. رساله الى مستر مارك جلاتنبرج، لحد دلوقتي يا مستر مارك ما شفناكش عملت خطوة واحدة في تطوير التحكيم المصري. نتمنى طبعا الفترة اللي جاية التحكيم يكون أفضل لصالح كل الفرق ولصالح كل أندية الدوري المصري، ودي حاجة هترفع من شأن الدوري المصري. الحاجة التانية اللي موضوع التصوير في الدوري المصري بقى حاجة سيئة جدا، ومن سيء إلى أسوأ. التصوير في الدوري المصري في المباريات الماضية بيسوء عن سابقتها، يعني التصوير في المباريات الماضيه بيسوء عن سابقتها. يعني الجوله الاولى يمكن كان افضل شويه، وبالتالي الجوله السابعه والجوله الثامنه بنشوف تصوير سيء جدا في جميع المباريات، باستثناء يمكن المباريات اللي بتقام على استاد القاهره او مباريات فرق بعينها. شفنا بقى التصوير في كاس العالم في قطر، وشفنا عظمه الملاعب والاستادات. لا احنا عايزين التصوير يعني يبقى ربع اللي كان موجود في كأس العالم، بإمكانيات والله ما هيش إمكانيات كبيرة جدا، لكن بنشوف لحد دلوقتي سحبة الكاميرا، ونشوف الكاميرا مش مركزة مع اللاعب ومركزة على أشياء أخرى. ولسه بنشوف بعض الحاجات زي اللي بتحصل في المباريات، زي موضوع الكلب اللي كان بيجري في مباريات النادي الإسماعيلي. ما كانش حاجة لقطة ما كانتش حلوة جدا. نتمنى طبعا لكرة القدم المصرية وللدوري المصري إن هو يتحسن كتصوير واخراج وتحكيم وشأن اللاعبين والروح الرياضيه ايضا بين اللاعبين وبعضها. ده كله هيرفع من مستوى الدوري المصري ومن مستوى التنافسيه بين الدوري المصري، وده بينعكس كل الانعكاس على المنظومه الرياضيه في مصر. بس كده ده كان موضوع سريع كده عن حلقه النهارده. نتمنى طبعا اللي عجبه الفيديو يدخل يعمل لايك على الفيديو. لاول مره تدخل عندي على القناه يا ريت ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.